السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا معانا اللي بيحصل في نادي الزمالك. الأستاذ مرتضى منصور واقف جايب أعضاء من الجمعية العمومية وبيمضيهم على مستندات على إن بيقول لك أنا اللي جابتني الجمعية العمومية واللي يمشيني الجمعية العمومية. لا عايز حكم، ده حكم يمشي عليا، حكم محكمة ولا يمشي عليا ولا الوزير. وبيطالب حتى السيد رئيس الجمهورية بأن يبعد عنه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. تعال أول نشوف مرتضى بيقول إيه وهنعلق عليه، نسمع سوا. تقولي طب احنا نعمل ايه؟ سهل جدا. في رئيس جمهورية محترم مذكرة بنمضي عليها، ابعد وزير الشباب عن نادي الزمالك. جمعية عمومية تنتخب، جمعية عمومية تمشي. قاضي ماشي، قاضي مش خاطر عضويته هو اللي بيمشيني، وقاضي تاني مش خاطر عضويته هو اللي يديني سنة سجن. ايه الفوضى دي؟ دي فوضى. اللي جابنا مين؟ ده القانون اللي بيقول اللي بيسقط العضوية عن رئيس النادي ومجلس الإدارة الجمعية العمومية اللي جابتهم. لا قاضي ولا 10 ولا 20. ايوه انتوا الجمعية العمومية. ومحدش، انا عمري ما قلت لحد انتخبني. انا من 92 عضو مجلس إدارة، انا رئيس النادي الوحيد في الدنيا دي كلها ال4 دورات و5 دورات. مين كنتوا؟ انتوا اللي بتنجحوا القائمة بالكامل. انما القانون بيقول ايه؟ اللي يسقط العضوية. يا أستاذ مرتضى، أنت راجل قانون وعارف إن حكم المحكمة ما بيردوش إلا حكم زيه. هذا نقطة أولى. النقطة التانية إنك أنت بتطلب، ما فيش حد يقدر يشيل حكم محكمة. كمان الجمعية العمومية إذا رفضت أعضاء مجلس الإدارة رفض تنفيذ العدل، فمن حقه الوزير، ده إن الوزير بحاجة من اتنين مطلب منه: لا ينفذ الحكم، ده يتحول هو للتحقيق إن الحكم هو التاني. يبقى لازم يطلب، ممكن يعمل طلب للمحكمة بإن تنفيذ حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لمدة سنة تاني قدام تدير المجلس ويحل المجلس كله من حقه في غضون 60 يوم. كمان مفيش حد يقدر يلغي حكم المحكمة خالص، ده حكم قضائي نافذ، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. حتى الطعن اللي انت هتقدمه ما ينفعش، ما يفيدش فيه، ده راجل قانون. وبعدين تعال نسمع بقى بتكمل بتقول ايه. جمعية عمومية غير عادية، لا انا هسقط العضوية. طب والقانون توز اللي يجيبه يسقط مين؟ جمعية عمومية. انا الجمعية العمومية، انت مش جمعية عمومية. لا اشرف، انت مش جمعية عمومية. انت عضو في النادي زي اي عضو وتتشطب زي اي عضو لما تغلط. انما عزل، حبس، تجنيد، وفي ايه؟ انا مش فاهم. فانتوا مشكلتكم انتوا، انا ما عنديش مشكله خالص نهائي. واقسم بالله يتشطب ايه يا عم؟ هو الشطب ولا مش شطب؟ يتشطب من ايه يعني؟ ما يكونش هو عضو. خليه مش عضو. ده انت قلت عليه مغيان يا بجد. ده انت قلت العضويه بتاعته مزوره، وقلت ان انا شطبت العضويه، وقلت ان انا شلت البتاع اللي على اللي كنت عاملها، اليافطه اللي عنده بتاعه المجمع بتاع اللي جوه. قلت عليه كتير. وبعدين وقف معاك مع النادي كتير قوي. ده كان المفروض نفذ من شهر 8 يا استاذ مرتضى. عمليه العدل دي من اول الحكم المحكمه. وبعدين اللي تقولوا الجمعيه العموميه اللي انت بتقول عليها، الجمعيه العموميه هي اللي مقرره الماده كام و40 اللي هي فيها العدل، هي اللي مقررها ماضيه عليها. يعني مش جايه هتيجي باثر رجعي، هي اللي اقرتها. يبقى تقر حاجه وتيجي تعرض عليها؟ لا. كمان هو قال قبل كده في البتاع انا نديت 100 مليون للنادي الزمالك. حاجات، مواقف كتيره قوي. اشرف صبحي كان واقف قلبا وقالبا مع نادي الزمالك، وبعدين لما وما كانش هينفذ برضه قعد يماطل في الحكم لغايه لما اترفعت عليه قضيه بالتنفيذ. يعني هو ضغط لا ينفذ ده يتحكم هو. كمل بتاع مصر. ولادي فرحانين
وحفايد فرحانين تمام باللي بيحصل ده. جنوبنا ايه من 92 غير البهدله والشتيمه. اسكتكم اول مره وتاني مره واقول ما بنطلبش نطلع الشارع عشان دي بلدنا. ممكن اي حد يندس وسطنا ويعمل مشكله للبلد كلها. في البلد ظروف كلها زي ما شايفين. السودان مولعه، هي مولعه شايفين، وليبيا واليمن والعراق وسوريا. احنا مش بنقول كده بنخوف الناس، لا احنا خايفين على بلدنا. تاني خايفين على بلدنا. وبعدين ما احنا شفنا جمهور الاهلي الماتش اللي فات ده الفاظ ايه ده؟ مش عارف ايه التكييف في ايه ده؟ محدش بيحاسب. انما المحاسبه ليا انا بتحدى اللي عمل. الله 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 الله، هو ده اسلوب ايه؟ ده تهديد ولا ايه؟ خلي الكلام اللي انت بتقوله ده قالوا ممدوح عباس دلوقتي، قالوا محمود الخطيب دلوقتي، قالوا اي واحد من الناس اللي هم ايه، انت اعضاء محقق احمد سليمان. هتسكت انت؟ ده انت هترفع شكوى لمجلس الامن. ازاي ده الكلام؟ انت الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده حكايه انت خايف. انا مش خايف على البلد، ده انت بتنكش في حاجات، بتنكش في جمر، بتنكش في جمر. كمل. انتخابات تاني اللي عملوا انتخابات مجلس النواب 2020 يفتحوا الصناديق قدام مصر. طالع الاول على الجمهوريه للمره الثانيه قال لك لا انت السابع على مضغام واسال. ومع ذلك عشان بلدنا بنصبر وبنسكت وبنصبر، البلد مش ناقصه. فانتوا المسؤولين. انا بقوله جبت يومين، انا ما مشيتش الا ليله العيد بالليل وطمنت على كله راح الحمد لله صح. انتخابات خليك بقى الدوره الجايه يا عم الحاج، ما يهمش بناقص دوره. ما حدش هيفتح ينكش القبور بقى. القبر خلاص، الجثث اللي جوه في القبر خلاص كلها الدود. هندور على ايه 2020 يا عم مرتضى؟ كمل يا اخويا. صلاه العيد وكله تمام، روحوا. سبت لكم اليومين دول نص الموجودين مش اعضاء. اللي باب اتفتح التاني وفي بوابات هنا باعوا النادي. قلت تاني نص اللي موجودين مش اعضاء في النادي. كنا عاملين انضباط، اللي عايز يخش ياخد تصريح. طيب ايه عايز يخش ياخد تسريح وكل الكلام ده كله؟ انت بتقول انا حتى اهل بيتك وولادك مش عايزينك تكمل وفرحانين بان هو انت هتتعزل وتقعد تستريح في البيت. والشغله بتاعتك دي شغل عمل تطوعي يا عم مرتضى، والتطوعي ده لقيت الدنيا بقى سالكه خلاص. مش سالكه كفايه عليك، بتقول 3 دورات ولا 4 دورات اهوت من سنه كام و90 وانت في النادي. خلاص كفايه كده وريح بقى. انت وصلت السن زي حالاتي وزي ناس كبيره زي النادي العيسوي، يعني خلاص نبقى نقعد بقى في البيت زي حالاتي وتستريح وخد نفسك بقى. طالما هو عمل تطوعي ما فيش استفاده. اما لو في استفاده فانت صارع بقى عشان استفاده، تعمل حاجه لاولادك واولاد ولادك واحفادك. ربنا يقويك بقى. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو ومشاركه للقناه وتعلق بذكر الله. والى اللقاء في حلقه جديده من قناه محمد الحساس عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.